يكون مهم لكل الزملكاويه. احنا في فكره التجديد والتمديد ما زالت مستمره بالنسبه لجماهير نادي الزمالك لنجومه الكبار. طبعا عندنا في لجنه مشكله ل5 نجوم متواجدين داخل نادي الزمالك، منهم فرجاني ساسي، اوباما، جنش، المجموعه دي كلها، يعني عشان انا ما انساش الاسامي اكتر يعني، لكن خليني هخش لكم في جزئيه مهمه جدا وهي جزئيه اوباما. ويمكن عندي في اخر سردي للاخبار للحدث نفسه خبر مهم، وده اللي يمكن ده الاهم في الخبر. يمكن الاخبار عن اوباما ان هو بعد 72 ساعه هيكون الامور بالنسبه لاوباما انتهت. ده الكلام ده من 3 ايام بناء على جلسه حدثت ما بين كابتن حسين السيد وما بين اوباما، لكن ال 72 ساعه انتهوا وحتى الان اوباما ما جددش. يمكن واحنا بنتكلم او في الفتره اللي فاتت كابتن ايمن يونس كان دائما على اتصال باوباما، في بعض الاحيان اوباما بيرد، في بعض الاحيان ما كانش بيرد، لكن في الاخر اوباما في كل مره هو مصر على مبلغ معين، مبلغ في التفاوض ما بينه وما بين نادي الزمالك، مبلغ معين هو المساواه مع كابتن الفريق طارق حامد، وهو 17 مليون جنيه. هو بيتكلم في الراجل شايف ان تقديره لنفسه بالشكل ده، يا اما هو طارق حامد هو اللي بياخد الرقم ده عشان بس نبقى متفقين، يا اما نادي الزمالك يوافق على هذه الجزئيه، يا اما خلاص انا بالنسبه له او بالنسبه لاوباما هو عنده حاجه تانية واللي مقويه قلبه، وانا هقولها لكم في اخر سردي للكلام اللي انا بقوله. فبالتالي كل مكالمه من بين كابتن ايمن يونس وكابتن يوسف اوباما هو الوضع ده، ان هو مصمم على المبلغ ده بالتساوي مع نجم الفريق كابتن طارق حامد. وبالتالي كان كلام ان بعد 72 ساعه، ده الكلام اللي اخذناه من المصدر داخل نادي الزمالك، ان هيتم التجديد لاوباما، لكن ده ما حصلش حتى الان. وزي ما بقول لحضراتكم كان الكلام ما بين كابتن ايمن يونس في كل مره مع اوباما هو نفس الكلام في كل مكالمه، اللي هو المبلغ ل 17 مليون. لكن هقول لكم ايه الخبر اللي ممكن مقوي قلب اوباما. ان اوباما وقع لنادي بيراميدز بمبلغ 20 مليون جنيه في السنه. 20 مليون جنيه في السنه، اوباما وقع ب 20 مليون جنيه في السنه لنادي بيراميدز. ده اللي ممكن زي ما بقول لكم بيقوي قلب اي لعيب، ان هو بيكون ساند على مكان تاني، ساند على مبلغ اكبر من المبلغ اللي ممكن يكون هو طالبه في نادي، لان وضع طبيعي. اوباما يمكن كان 8 مليون او المبلغ كان المفروض لما بيتضاعف ممكن يبقى 8 مليون. طبعا اوباما مش عايز كده، اوباما عايز المبلغ بتاعه يوصل زي ما قلت لكم لمبلغ ال 17 مليون، وده في حد ذاته بالنسبه لنادي الزمالك اعتقد ان هو ممكن يكون مبلغ كان مبالغ فيه من ناحيه اوباما او الطلب من الاوباما. انا الزمالك كان ممكن بيتكلم 8 مليون ويدفع ال 10 مليون 12 مليون، لكن انه يوصل لل 17 مليون اعتقد ده كان صدمه داخل نادي الزمالك. لكن هنقول المفاوضات موجوده من نادي الزمالك مع اوباما، خصوصا ان هو مدي باب مفتوح او مواربه بشكل ما، بالرغم من زي ما بقول لكم هو موقع في نادي بيراميدز بالمبلغ اللي انا قلت لحضراتكم عليه اللي هو ال 20 مليون، لكن هو زي ما بقول لكم فاتح الباب ومتمسك بال 17 مليون، يا اما يا اما انا في الحته الثانيه. سيبكم بقى واحنا بنتكلم على في انديه ثانيه بتفاوضوا، في انديه ثانيه بتفاوضوا في مصر، لكن الراجل خلاص اخذ القرار بتاعه في جزئيه بيراميدز. ده بالنسبه لاوباما، واعتقد هنشوف الفتره الجايه نادي الزمالك او اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك وجهاز الكوره ولجنه الكوره الامور هتتعامل ازاي مع الموقف مع اوباما. وبالتالي هو الراجل زي ما بقول لكم ظهره مسنود من ورا بان هو ماضي عقد وبمبلغ مميز بالنسبه له وبالنسبه لاي لاعب الصراحه. 20 مليون في السنه في التوقيت الحالي بالنسبه كمان اللي عرضه نادي الزمالك عليه اللي هو 8 مليون، اعتقد فرق كبير جدا جدا بالنسبه لاوباما. لكن هنشوف المفاوضات وهنشوف الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم ان في توقيع لاوباما لنادي بيراميدز، انا بقول لكم معلومه مؤكده ان اوباما عمل هذه الجزئيه او وقع بشكل كبير مع نادي بيراميدز.